الفيلم بيبدأ بولد اسمه مورجان نايم على سريره، وفجأة الدنيا بتمطر جوه الأوضة. بيقوم مفزوع ويبص على بطنه ويلاقي مية بتخر منها. مورجان بيصرخ من الرعب والمشهد بيسود. بعدها بشوية بنشوف مجموعة عيال بيلعبوا في المنطقة ومورجان واقف بيتفرج عليهم من قريب. بيسألهم بكسوف لو ينفع يلعب معاهم، بس العيال بيتريقوا عليه وبيمشوا. روي جد مورجان بيشوف الموقف ده من بعيد. بالليل وقت العشاء مورجان بيكون موده وحش وأهله بيحاولوا بكل قوتهم يفرفشوه. بنعرف إنهم هيسفروه معسكر صيفي كامب عشان يصاحب ناس ويتبسط. مورجان ما بيكونش عايز يروح، بس روي بيأكد له إنه هيقضي وقت جميل، وكمان بيديله مطوة سكينة جيب عشان يشجعه. مورجان أخيرا بيقتنع وروي بيقوم عشان يمشي، بس فجأة الراجل العجوز بتجيله أزمة قلبية وبيقع على الأرض. أهله بيتفزعوا وبيجروا عليه عشان يلحقوه وبيطلبوا الإسعاف، بس للأسف روي بيموت. المشهد بيتنقل لعد كام أسبوع، ومورجان المكسور قلبه بيستعد عشان يروح المعسكر. بنعرف إنه بقاله فترة بيجيله كوابيس كتير زي اللي شفناها في أول الفيلم. عشان كده مامته بتترجاه يتكلم مع المشرفين هناك، وشايفة إن المعسكر ده هو الراحة اللي هو محتاجها. في كامب المار التجهيزات شغالة على قدم وساق عشان يستقبلوا العيال. بنقابل المشرفين كاي ولوري، ودول مرتبطين ومش مسؤولين خالص وكلامهم كله في الجنس. وإفريم اللي ما بيتكلمش خالص ودماغ عالية مسطول على طول، وفرانكلين العقل اللي فيهم، وراشيل اللي عاملة فيها القائدة وعايزة كل حاجة بالورقة والقلم. وفي كمان كولينز مدير المعسكر الشديد اللي بيشرف عليهم كلهم وبيحذر المشرفين انهم يلتزموا بالادب وما يهببوش اي حاجه المره دي. بعدها بشويه العيال بتبدا توصل مع اهاليهم والجو بيبقى حيوي وزحمه. مورجان بيوصل هو كمان مع مامته، وراشيل بترحب بيه بسرعه. الولد بعد كده بيروح الكابينه بتاعته وبيلاقي نفسه هيسكن مع عيل سخيف اسمه سي جاي. بعدها كل العيال بيتجمعوا عند البحيره عشان حفله الاستقبال. كاي سوار بيأمرهم بقلة ذوق إنهم يقعدوا في صف واحد، وكمان بيتنمر على ولد اسمه ديريك. في الوقت ده بنت لطيفة اسمها بيلر بتقرب من مورجان وبتعرفه بنفسها. الولد ما بيكونش متعود إن حد يصاحبه، فبيكون مستغرب شوية، بس بيقدر يقول لها اسمه. بعد شوية بيتكلم مع ديريك والاتنين بيقربوا من بعض عشان هما الاتنين كارهين كاي سوار. كل المشرفين بيقفوا صف واحد، وكولينز مدير المعسكر بيبدأ يوزع التعليمات والقواعد. بس أول ما بيقول إنهم هينزلوا يعوموا في البحيرة دلوقتي، مورجان بيتفزع. لما العيال بيتجمعوا عند البحيرة، مورجان بيقول إنه ما بيعرفش يعوم، والبوليسي جاي بيسمعه وبيفضل يكررها بصوت عالي قدام الكل، فالعيال بيقعدوا يضحكوا عليه. فرانكلين وراشيل بيحاولوا يفهموا مورجان إن العوم جزء مهم من المعسكر، وإنه ممكن يفوتوا حاجات كتير لو ما نزلش. فجأة سي جاي بيوقع مورجان على الأرض والكل بيضحك عليه، ومورجان بيتحرك جدا. كولينز بيتدخل وبياخد سي جاي على المكتب، وبلهجة شديدة بيفكروا إن التنمر ممنوع نهائي في المعسكر وممكن يترد عليه بعقاب جامد. بس سي جاي ولا هو هنا، وقعد يضحك ويستهزئ بالكلام كأن الموضوع نكتة. بالليل العيال بيتجمعوا حوالين نار المعسكر، ومورجان بيصاحب اتنين كمان، سام وراج. افري بيقترح يغنوا شوية أغاني، بس العيال ما بيكونوش مهتمين، فراشيل بتبدأ تحكي لهم قصة رعب. بتقول إن قبل ما يتبني معسكر المار، المكان ده كان فيه كباين كتير، وكان فيه دكتور عايش في واحدة منهم مع مراته وعياله الاتنين. الدكتور ده كان غريب شوية. كل يوم بالليل بعد ما عيلته تنام كان بينزل البدروم وما يطلعش غير مع طلوع الاسم. مراته شكت فيه، وفي ليلة نزلت وراه من غير ما يحس، واكتشفت حاجة ترعب. شافت جثث ناس متقطعة ومخيطينها في بعض تاني، وأشكالهم مشوهة تماما. طلع الدكتور ده بيقتل الناس في السر وبيعمل عليهم تجارب بالليل. مراته اتفزعت وحاولت تهرب، بس الدكتور قفشها وقام خيطها هي والعيال في بعض عشان يخليهم حتة واحدة. بعد ما سمعوا الكلام ده، مورجان وكام واحد من العيال الدحيحة اتفزعوا جدا. بعد ما القعدة خلصت، بايلر وصلت مورجان لحد الكابينة بتاعته، وفضلت تطمنه وتقول له إن المشرفين بيفكروا في القصص دي ويألفوها بس عشان يخوفوهم، ومحدش يخرج بعد الوقت المحدد. الكلام ده خلاه يهدى شوية، وسلموا على بعض وكل واحد راح ينام. بعدها بشوية مورجان كان في الحمام وسرحان في أفكاره، وفجأة المية بدأت تنزل من السقف بغزارة، وجاله زي خيال أو ذكرى لموقف قديم وهو مش عارف يتنفس واحد بيحاول ينقذه. مورجان اتفزع وخرج من الحمام بسرعة، بس شاف قدامه جده اللي مات، وطبعا ده كان مجرد كابوس من كوابيسه، وقدر يفوق منه بصعوبة. وهو راجع الكابينة بتاعته بالراحة، لمح راجل شكله يرعب لابس بدلة بيضة خارج من الأوضة. مورجان جرى برعب على مكان راشيل وفرانكلين، وفضل يشرح لهم وهو بينهج إنه شاف راجل غريب خارج من أوضته. بس راشيل قالت له إنها قرأت الملف بتاعه وعرفت إنه بيجيله كوابيس كتير، بس الولد كان متأكد من اللي شافه. فرانكلين شك إن القصة اللي اتحكت بالليل هي اللي أثرت على دماغه، وقرر يوصله بنفسه لحد أوضته. أول ما وصلوا، مورجان اتصدم لما لقى كل اللي معاه في الأوضة نايمين ومفيش أي أثر لأي حاجة غريبة. فرانكلين طمنه وقال له إن معسكر ألمار مكان أمان وسابه ومشى.
تاني يوم الصبح بدأ أحسن لمورجان لما قابل بيلر. قعدوا يتكلموا عن حبهم للكتب، وفي الآخر هي عزمت ميعاد عشان يقروا مع بعض، وكمان ادت له شوية حلويات ومشيت. وده خلى مورجان وشه يحمر زي البنات الصغيرين. ومن اللحظة دي بدأ يحس بثقة في نفسه، وقضى باقي اليوم يتبسط مع أصحابه، حتى إنه حاول يتكلم مع سي جاي بالليل، بس المتنمر ده زقه على السرير ورجع يخاف تاني. الصبح اللي بعده مورجان كان بيحكي اللي حصل لأصحابه، وفجأة سي جاي ظهر وطلب يتكلم معاه لوحدهم. مورجان وافق وهو مرعوب، وراحوا الاتنين عند البحيرة عشان يتكلموا. والمفاجأة إن سي جاي كان عايز يصالح مورجان ويعتذر له عن اللي عمله، وقال له إنهم لازم يعملوا حاجات مع بعض. بس لما مورجان سأله حاجات زي إيه، روجر وصل المكان وزق سي جاي بغضب. بس المتنمر سي جاي غلب روجر بسهولة وفضل يضرب فيه علقة موت. في الوقت ده مورجان جسمه ساب خالص وبدأ يغطس ويغرق أكتر وأكتر. بس الحمد لله كايسوار لحقه في آخر لحظة وطلع وبدأ يعمل له إنعاش، وباقي المشرفين جم وشدوا سيجاي بعيد عن راج. المشهد بيتنقل الليل وكل العيال مهيصين ومقضين أحلى وقت برا، ومورجان قاعد في أوضته كئيب ومضايق. بعدها بشوية كولينز جاله ومعاه كاكاو سخنة عشان يروق دمه، وقعد يشجعه ويقول له إن الدنيا هتبقى أحسن، وإنهم هيتعاملوا مع السيجاي لأنهم ما بيقبلوش بالتنمر في الأمر. بالليل فجأة مورجان لقى نفسه عند البحيرة، وجده اللي مات كان قاعد مستنيه. الدنيا قلبت ضلمة، والراجل العجوز بدأ يتصرف بغرابة، والمية بدأت تنزل من كل حتة. مورجان صرخ وفضل يرجع مية كتير جدا. بس في تانية بنكتشف إن كل ده كان كابوس. مورجان ما بقاش عارف ينام، فبص من الشباك وشاف واحدة من الكباين النور فيها عمال يطفي وينور. الفضول خده وراح يتمشى لحد هناك عشان يشوف فيه ايه. دخل الكابينة واتكعبل في أوضة ضلمة ومريبة خلته يتفزع. والأوضة كان فيها جثة سي جاي وأعضاء جسمه متشالة، وكمان جثة عيال التانية. في اللحظة دي الراجل اللي لابس البدلة البيضة ظهر وسحل مورجان، فمورجان قعد يصرخ من الرعب، بس قدر يمسك سكينة ويغزي الراجل في رجله، ودي كانت فرصته عشان يهرب. جرى مورجان على كابينة ديريك وصح الكل وهو مخضوض، وفضل يشرح لهم إن الدكتور هيجي وبيطارده. العيال طبعا مصدقوش، بس فجأة الدكتور المجنون ظهر، بس قدروا يزقوه ويهربوا. بعدها بشوية الدنيا قلبت هرج ومرج في المعسكر، والدكتور بدأ يكهرب في العيال يمين وشمال. كايس هوار مسك اللاسلكي وبلغ الباقيين إن في حالة برونكو باتلر، وده معناه إن الحكاية دي حصلت قبل كده. والكل بيجري عشان ينجد نفسه، وراشيل بتنادي فيهم يروحوا صالة الأكل عشان هناك أمان. وفي وسط الهيصة دي مورجان وديريك وسام لقوا بيلر ومعاها صاحبتها كارولين. هنا شافوا الدكتور المجنون وهو بيكهرب بنت، فجروا من المكان بسرعة. بعد شوية قعدوا يفكروا يروحوا لباقي الناس في صالة الأكل، بس مورجان قال إن هم ما ينفعش يثقوا في أي حد كبير دلوقتي. وقبل ما يكملوا كلامهم شافوا الدكتور جاي ناحيتهم فخلعوا وجروا. في الوقت ده فرانكلين قرب من الدكتور وطلب منه يوقف اللي بيعمله، بس الدكتور وقع في الأرض بضربة واحدة. في صالة الأكل أغلب العيال اتجمعوا، بس كايسوار كان قلقان على العيال اللي ناقصين، فخرج يدور عليهم. والعيال دخلوا يستخبوا في كابينة مقطوعة وقفلوا الباب عليهم، ولقوا هناك معدات تجديف كتير، ففكروا إنهم يعدوا البحيرة عوم عشان يطلبوا مساعدة. بس مورجان اللي بيترعب من المية رفض الفكرة دي تماما. بيلر سألته هو ليه بيخاف من العوم كده، فمورجان حكى لها الحادثة اللي لسه بتجيله في كوابيسه. طلع إنه من كام سنة وقع في حمام سباحة وكان هيغرق لولا جده روي اللي نزل وقدر ينقذه. فجأة سمعوا خبط رزع على الباب فاستخبوا بسرعة. طلع كايسوار هو اللي بيدور عليهم. مورجان والباقيين كانوا شاكين فيه، بس سام من كتر الرعب جرى عليه واترماه في حضنه وهو بيعيط عشان يلحقه. كايسوار وهو خارج بالولد الدكتور ظهر قدامهم، والمفاجأة إن كايسوار سلم الولد للدكتور بدم بارد، والدكتور كهرب سام لحد ما أغمى عليه. طلع الدكتور وكايسوار شغالين مع بعض. هنا العيال انتهزوا الفرصة وضربوا كايسوار بلوح ركوب أمواج ووقعوا وهربوا. في صالة الأكل رشيل كانت بتحاول تطمن العيال إنهم في أمان، بس طلع ده أكتر مكان خطر لأن الدكتور ظهر وبدأ يكهرب العيال واحد ورا التاني. في الناحية التانية بنعرف إن كارولين ما هربتش مع أصحابها، وكانت بتجري في الغابة وهي مرعوبة لحد ما اتكعبلت ورجلها انصابت. مورجان وبيلار وديريك كانوا بيجروا في المعسكر وشافوا جثث العيال اللي مغمى عليهم في كل حتة. قابلوا فرانكلين وطلبوا منه المساعدة، وقالوا له إن الدكتور بيطاردهم، مع إن فرانكلين كان باين عليه إنه مش فاهم حاجة. بس اداهم الرقم السري بتاع كابينة المدير كولينز، وقال لهم يجروا يستخدموا التليفون الأرضي عشان يطلبوا النجدة. أما كارولين فقدرت توصل للطريق السريع وهي بتتحامل على نفسها، ولحسن حظها شافت عربية بوليس وجريت عليهم وهي بتصرخ وبتقول إن أصحابها في خطر. الضابط قال لها تركب العربية بسرعة. في الوقت ده مورجان وأصحابه دخلوا كابينة كولينز وجريوا على التليفون الأرضي عشان يطلبوا النجدة، بس يا حظهم الميل التليفون ما كانش شغال. مورجان بدأ يقلب في ملف سي جاي اللي كان مرمي على الترابيزة، واستغرب لما لقى مكتوب فيه كلمة مشكلة. في حتة تانية بنعرف الصدمة الكبيرة. كل المشرفين حتى فرانكلين وراشيل شغالين مع بعض.
الدكتور قلع الماسك بتاعه وطلع هو إيفري. المجموعة كانت مرعوبة لأن في 4 من العيال لسه ناقصين، وفاضل ساعة واحدة بس والشمس تطلع. عشان كده كايسوار مسك مضرب البيسبول بتاعه وخرج يدور عليهم. راح على طول على كابينة كولينز، بس العيال شافوه من الشباك ديريك استجدع وقال لهم سيبوا لي الواد ده. وطلب منهم يستخبوا. بعدها بثواني كايسوار هجم على الباب عشان يكسره، بس ديريك فتح الباب فجأة، فكايسوار دخل لبس في الحيطة. قام وهو هيتجنن من الغضب عشان يضربه، بس ديريك غفله وده علقة بمضرب البيسبول بتاعه ووقعه. ديريك فرح بانه انتصر، بس يا دوب ملحقش. راشيل ظهرته وكهربته ووقع من طوله. بره الضابط وصلوا معاه كارولين، وراشيل راحت تتكلم معاهم وهي بتمثل انها قلقانه. بس المفاجاه بقى، الضابط ساب راشيل تكهرب البنت. راشيل مسكت اللاسلكي وبلغت فريقها يبداوا حاجه اسمها بروتوكول التغطيه. وفجاه عربيات فان كتير وصلت المكان. جوه مكتب كولينز العيال وهما بيقلبوا في ملف سجاي اتصدموا لما لقوا مكتوب فيه تاريخ وفاته ومعاها صورته وهو ميت. مورجان لقى الملف بتاعه هو كمان، وأول ما قراه بدأت ذكريات حادثة حمام السباحة ترجع قدام عينيه. صرخ من الرعب لما اكتشف حاجة تخوف جد. بره رجالة كتير لابسين بدلات بيضة نزلوا من العربيات وبدأوا يحملوا العيال اللي مغمى عليهم. كولينز ظهره وطلع هو الراس الكبيرة والمدبر لكل ده. كان شايطه من فعل إن لسه في 2 من العيال هربانين، وقال إن ده هيخسرهم كتير. وهم شغالين كلام ورغي، مورجان وبيلار دخلوا عليهم فجأة ومعاهم صواعق كهرباء في إيديهم. الولد كان عايز يعرف هم ميتين ولا لأ، وواجههم بإنه لقى الملفات. مورجان قرأ في ملفه إنه غرق أصلا وكان هيتجنن وعايز يفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. الباقيين ترددوا يجاوبوا، بس كولينز رماها في وشه وقالوا ببرود إنهم مش ميتين، لأنهم أصلا ما تولدوش. كشف له إن مورجان الحقيقي مات السنة اللي فاتت غرقان، وإن الولد اللي واقف قدامه ده مش حقيقي. في اللحظة دي فرانكلين وصل المكان وزعق في كولينز ووصفه بإنه ما عندوش دم ولا إنسانية، وأكد إن دول مجرد أطفال سواء كانوا حقيقيين ولا لأ. كولينز رد عليه وقال له إنه كان عنده ابن اسمه بنجامين ومات من سنين، وإنه بيحاول يخلي العائلات متماسكة بمساعدة التكنولوجيا دي. بعدها كولينز أدى لمورجان موتوتو وساب الأوضة ومشى. فرانكلين قدر يقنع الباقيين يمشوا هم كمان، ووعدهم إنه هيعمل مسح للنظام بتاع العيال. وأول ما الأوضة فضيت بدأ يشرح كل حاجة بالتفصيل. قال لهم إن العيال دي مش إنسان آلي، روبوتات، بس في نفس الوقت مش بشر. السبب الرئيسي اللي بيخليهم يجوا المعسكر هو إن المهندسين يظبطوهم ويعملوا تحديث لأنظمتهم. وبعد كل معسكر العيال بيتغيروا جسمانيا، سواء في طولهم أو شكلهم. بيلر سألت بكسرة قلب لو أهلها يعرفوا إنها مش بشر، وفرانكلين جاوبها إن أغلب الأهل بيخبوا السر ده. وهو بيكمل كلامه: شفنا المهندسين وهم بيحطوا جهاز على دماغ كل عيل مغمى عليه. فرانكلين قال لمورجان وبيلر إنهم لما يصحوا مش هيفتكروا أي حاجة حصلت، وسألهم: تحبوا تفضلوا فاكرين ولا أمسح لكم الذاكرة؟ المشهد بيتنقل لتاني يوم الصبح والدنيا رجعت طبيعية تماما. العيال بيلعبوا بره وبيضحكوا كأن مفيش حاجة حصلت. جوه صالة الأكل مورجان كان بيتكلم مع أصحابه لما سيجاي قرب منه وشكله متغير تماما وسلم عليه. بعدها بشوية كايسور دخل ووشه وقرمه متبهدل، فديريك سأله إيه اللي حصل في وشك؟ كايسور رد بتردد وقال له إنه عمل حادثة وهو بيتسلق الجبل. بس مورجان سأله بخبث: أنت متأكد إنها مش حادثة مركب؟ وكان قصده على ضربة لوح ركوب الأمواج اللي أخدها في وشه، وده معناه إن مورجان اختار يفضل فاكر كل حاجة. كولينز جاله تليفون من مديره الكبير بيقوله إنهم بيجي لهم بلاغات كتير عن أعطال في كل المعسكرات بتاعتهم. والموضوع طلع أوحش بكتير من حالة سيجاي، لأن العيال بدأوا يبقوا عدوانيين جدا، وشفنا جتة عايمة على وش المية. مدير كولينز كمل كلامه وقال إن في فرق تدخل وتصفية بدأت تتحرك دلوقتي عشان يلموا الليلة دي ويسيطروا على الهيصة اللي حصلت. وفي اللحظة دي حد اقتحم الأوضة فجأة، وطلعت بيلر، بس كانت غرقانة في دمها وماسكة سكينة في إيدها. بره بقى بنعرف إن الجثة اللي كانت عايمة في المية ما كانتش أي حد، دي كانت راشيل بذات نفسها. وقبل ما الفيلم يخلص بنشوف بيلر بتهجم عليا المدير وتقتله،